يا رب، لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب، لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب، إني أستودعك لساني، فلا تجعله يغتاب إنسانا، ولا ينطق كذبا، ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب، لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل السمك بطريقة كده جميلة. طبعا احنا عندنا ولادنا دايما اللي ما بياكلش السمك، انا بحبش السمك، فلازم تغيري الطريقة بحيث ان انت تحببيهم في الحاجة، يعني انت ما تقفيش على نظام ايه معين. انا النهاردة هعمله بطريقة حلوة كده. انا عندي التتبيلة بتاعته تتبيلة جميلة، فيها بصل وفيها فلفل وفيها توم وفيها شوية خضرة وفيها طبعا جميع البهارات اللي عندك، وفيها جزر، بس الجزر انا بشراه اهو، مش هحطه في التتبيله في الكبه، لان الحاجات دي انا هخلطها في الكبه وده هيبقى الايه لوحده. والبهارات بتاعتك الحلوه بقى كلها، عندك بهارات سمك ماشي، الكمون، الكزبره الناشفه، اعرفي ان دي حاجه اساسيه في السمك، بتغير طعمه، بتخليه طعمه جميل جدا جدا، والكمون طبعا ما فيهاش كلام. اول حاجه انا عندي بصلتين متوسطين كده صغننين، عشان زي ما انتم عارفين البصل غالي، فبقينا بنقلل في البصل، يا دوبك كده بصلتين. ايه والله انا كنت بكتر قبل كده عن كده، بس طبعا عشان الغلا يا دوبك بصلتين صغيرين بيقضوا الغرض يعني الحمد لله. وكم فص توم كده، السمك بيحب التوم زي ما انتم عارفين، وشويه خضره وطماطمتين، وقرن فلفل كده بارد على واحد حراق كده، لزوم الايه الشطشطه كده ويخليه طعمه جميل. وحطي عليهم كمان البهارات بحالها اللي عندك، واديله بقى ضربة في الكبة كده اهو. الكبة بتاعتي انا ضربت الحاجات بتاعتي اهي كلها في الخلاط. نجيب الطبق بتاعي وانزل بالخلطة الجميلة دي. ايه رأيكم بقى في الشكل ده اهو؟ الريحة ما اقولكوش. وليمون، طبعا السمك اساسي ليمون، وانا كنت حاطه شويه خل في الكبه عشان تحرك الحاجات بتاعت، ان الكبه بتاعتي ضعيفه يعني وصغيره شويه. لو انت الكبه عندك فرمتهم عادي، خير وبركه. بعد ما تعملي بقى دول هتروحي حاطه شويه خل، يعني خل وليمون. وهنزل بالجزر بتاعي المبشور اهو، واقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. هي دي بقى الحشوه والتتبيله بتاعه السمك. هوريكم بقى هتتبل ازاي. ملح مظبوط وكله مظبوط، حتى انت لو دقتيها كده عادي يعني هتشوفي ملحها عامل ايه، ناقصه ملح تزوديها. لا مظبوط، مش عايزه حاجه. انا ضربت بقى التتبيله كلها زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها وحطيت عليها الجزر، وحطيت ليمون. الليمون ده طبعا شيء اساسي اهو. كله اتقلب على بعضه، واجيب السمكه كده، انا جايبه السمكه وشقاها 2 منفصلين، يعني فاصله السمكه تماما عن التانية، يعني السمكية عاملاها 2 اهو بالشكل ده. واغرز التتبيله، اكبسها جامد، ادخلها جامد كده اهو. دي نص سمكه. الطريقه دي جميله والله، يا ريت تجربوها. حتى بتفرق في الكميه، يعني انت بتاكل الحته دي بتشبع. شايفين ما شاء الله. هعمل كمان واحده اهو، النص التاني، وانا غاسله السمك طبعا ومخلياه قشطه كده
واملى بالتتبيله الجميله اهو. انا قلت اوريكم كمان مره. واجيب صينيه كبيره وارصص واحده جنب واحده، ما ينفعش احطه فوق بعض، لازم جنب بعض اهو. على فكره التتبيله دي بتتاكل والله قبل السمك. لم كله كده وبالشكل ده لحد طبعا ما تخلصي الايه الكميه بتاعتك. انا خلصت كله وكانت مظبوطه بالظبط. لو زاد عندك حاجه من التتبيله ديت في علبه صغيره كده بغطا وتحطيها في الفريزر، ما بيحصلهاش اي حاجه للمره الجايه. بس انا ظبطت ايدي يا دوبك كفه بالظبط. بص انا مرصصاها واحده جنب واحده ازاي. هسيبه بقى في التتبيله الحلوه دي زي ما تحبي بقى، عايزه ساعه ماشي، ساعتين ماشي، واعملي حسابك كل ما بيتساب في التتبيله كل طعمه بيبقى احلى، حسب الوقت بتاعك، فتعمليه بدري عشان يلحق يتشرب من التتبيله الجميله دي. هسيبه بالوضع ده. انا بقى سبت السمك يتبل شويه، قلت اعمل شويه رز كده ببصل. حطيت شويه زيت كده من بتاع التموين الجميل، وبصلتين كده صغيرين اهو. بصوا مش عارفه امسك البصلايه. حمرنا بقى البصله اهو اهو يا ام اسلام، غمقناها على الاخر اهو. شايفه عشان ام اسلام كل شويه تقول احنا بنغمق البصله، احنا بنغمق البصله. غمقتها على الاخر اهو. وانزل بالميه. خلاص كده. وشوية الملح واسيبهم بقى يغلوا، واحط الرز بعد الميه ما بتغلي. الميه بقى بتاعتي بتغلي اهي، مظبطه ملح وكله. هنزل بقى بالرز بتاعي. الرز بقى ب32. بصي ما تخليش فتفوته في الطبق. الرز ب32 جنيه. انا عامله نص كيلو، احنا 3 افراد. وتقليبه بقى، وهغطي عليه. واول ما يغلي طبعا ويتشرب توطي عليه، اوعي تنسيه عشان ما يلزقش وتشيط منك. وطيت بقى على الرز وهبدا اعمل في السمك عندي بقى انا كده متبلاه. طبعا احنا لسه مخلصناش. الدقيق بقى هيتحط عليه ايه؟ هيتحط عليه معلقتين نشا، بيخلي السمكه مقرمشه وجميله وما بتشربش زيت. هحط ايه تاني؟ هحط شويه كاري اهو، بيدوا طعم طبعا جميل جميل جميل. ولو عايزة تحط شوية كركم برضو بيعمل لون حلو، وبيبقى يعني مش هيأثر على حاجة. بس انا حاطة كاري. يبقى عندي ادي الدقيق اللي هعمل فيه، عليه النشا وعليه الكاري. وادي السمكة بتاعتي اهي، هنزل بيها بقى في الدقيق واملاها دقيق على الاخر من الناحيتين. كبسي ما تخافيش. شايفة؟ وبرضو واحدة جنب واحدة. نص السمكة. وبالشكل ده لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك وتشيليها بالراحة كده عشان التتبيلة ما تقعش.
وتمليها دقيق وتكبسيها كده. جينا بقى للقلية. انا حطيت بقى الزيت بتاع التموين برضو الجميل على البوتاجاز، واما قدح جامد نزلت بالسمكتين كده بايه بالشكل ده. لحد ما يحمر. انت لما بتحطيها على الظهر. شايفين طالعه شكلها عامل ازاي؟ بانيه ما شاء الله والله. والريحه والزيت، بصوا الزيت نضيف جدا لحد ما خلصت قليه، والزيت كده زي ما هو كده. عامله ازاي؟ حاجه كده عظمه، الريحه واللون والطعم والله ما اقولكوش. واحط بقى غيره كده. ويا رب كده النهارده الفيديو يكون خفيف كده على قلبكم. وما تنسوش اللايك، واذا كنتوا بتشوفوا القناه لاول مره يا ريت اشتراك.